في سؤال اتبعت للأسك للداعية مصطفى حسني، وبجد السؤال ده يعني ناس كتيرة جدا بتبقى عايزة تسأله، لأن ناس كتير جدا ممكن تمر بالحالة دي أو بالموقف اللي مرت بيه اللي بتسأل السؤال ده أو اللي بيسأل السؤال ده، الله أعلم إذا كان ولد أو بنت. ورد برضو مصطفى حسني، داعية مصطفى حسني، كان جميل جدا، وممكن ناس كتيرة تكون محتاجة تسمع رد زي كده. بيقول ايه بقى الشخص اللي بعد؟ بيقول له ايه سبب عدم التوفيق لفترة طويلة للحصول على الوظيفة؟ رغم المؤهلات العلمية جربت كل شيء من قيام ليل وصداقات، ورغم كده مفيش فايدة. فرد عليه داعية مصطفى حسني رد جميل جدا، او رد عليها، الله اعلم اذا كانت بنت او ولد. فقال لها ايه؟ لا، اول حاجه هتستمري على اللي انت بتعمليه، يعني هتكملي قيام الليل وصداقات زي ما انت، بس هتضيفي عليهم حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هتعمليها هي، او هتضيفي عليهم، ان انت هتستغفري ربنا سبحانه وتعالى وتصلي على النبي. ليه قال لها كده؟ قال لها عشان خاطر الاستغفار ده يعتبر من انواع السعي الروحاني. يعني زي ما انت بتسعى في الارض وبتدور على وظيفه او الحاجه من خلال ان انت تقدم في كذا وظيفة لغاية يعني ما تتقبل فيها، كمان لازم ان انت تسعى بشكل روحاني. يعني تسعى بشكل روحاني يعني ان انت تستغفر ربنا كتير وتصلي على النبي. قال ليه اشمعنى الاستغفار يعتبر سعي؟ لان قال ربنا سبحانه وتعالى، قال ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الاستغفار ده بيجلب رزق كبير جدا من اموال واولاد، وكل الارزاق اللي الناس محتاجاها بتكون ربنا بيجلبها من خلال الاستغفار. يعني مجرد ما تستغفر ربنا كتير جدا، كل اللي انت عايزه تقدر انك تحصل عليه، سواء اموال، سواء فلوس، اي حاجه، او سواء سوري اولاد، اي حاجه رزق انت محتاجه ربنا بيبعته من خلال الاستغفار. وده حاجه مذكوره في ايه في القران الكريم. فعشان كده قال ان يعتبر الاستغفار، ما تفتكروش ان انتوا بتستغفروا ربنا كده كمجرد ذكر، لا، انت كمان تعتبر بتسعى بشكل روحاني. زي ما بتسعى انك تدور على وظيفه، كمان بتستغفر ربنا وتصلي على النبي، فده يعتبر نوع من انواع السعي. بس قال السعي الروحاني، يعني حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه قال لها هتعمليها او هتعملها، ان انت هتدور على حد محتاج حاجه معينه او عنده كرب معين، وانت تحاول تفرج الكرب ده. يعني حد مثلا عنده واحده مثلا هتتجوز وعايزه تكاليف زواج، مش قادره على تكاليف الزواج، او انت تقدر تعينها بالفلوس دي، تديلها فلوس مثلا تساعدها في تكاليف الزواج. حد مثلا تعبان ومعهوش تكاليف العلاج، فانت تقدر تساعده وتديله تكاليف العلاج. تشوف اي حد محتاج فعلا كرب، وانت تحاول انت تساعده في الحاجه دي. قال لي بقى؟ قال عشان انت لما بتساعد حد ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك، لانك انت عمرك ما هتكون اكرم من ربنا سبحانه وتعالى. فلما تفرج عن حد كرب معين، او انت تساعد حد في حاجه معينه، ربنا هيحقق لك او يساعدك ويحقق لك الحاجه اللي انت بتسعى لها، سواء بقى حاجه وظيفه، اي فلوس، اي حاجه انت بتتمناها. طالما انت بتساعد حد او بتفرج كرب حد، ربنا برضو هيساعدك. فدي الحاجات اللي هو قالها بصراحه مصطفى حسني للي بعت له الاسك. وبصراحة أنا لقيتها حاجات مفيدة جدا، وحبيت إن أنا أشاركها معاكم، لأن ممكن يكون في ناس برضو بتمر بنفس الموقف ده، إنها ساعدت في حاجات كتيرة جدا عايز توصل لها، وعملت حاجات كتير جدا عشان توصل لها ومش قادرة إنها توصل. فدي من الحاجات اللي حبيت أشاركها.